وزينب يمروها على جسد الحسين وعلى جسد أبي الفضل. ولذلك هذا الشاعر يقول مروا بالضعن، مروا بالنهر ضعن السبايا، وشافا عمهن بطوية الراية، الكل منهن هو مثل القطاية. انت ابن حسة وغيور وعربي، يتساقطن من المحامل كما يتساقط الطيور. شايف هذا؟ الكل منهن هو مثل القطاية. تقل له يا عم الجود ما ردناش مايه، بقينا بلا ذرة وبلا حماية. الله والأيتام كلها متمسكة بأذيال زينب. شو تريد تصير زينب؟ 82 وفي رواية 84 طفل وطفلة. يا ولا ذا لا ذا بعباية زينب الأيتام، لا ذان بنات اللي يذكر الله قبل الآذان، بنات اللي يذكر الله قبل لا ذان، لا سالم وجه يا حسين ولا ذان تراجن باقنا وزينب سبيل. وين توجه هاي بنت الملوك؟ نداها الاخوان هواي الاخت الله لا يذلك ويذل عيالك. توجه نداها للحسين، صعبة على الاخت قدام اخوها، يضربها العدو يشتم ابوها، ولو اختك يا ابو فاضل ولو، وعلى ناقه هزيل ركبوها، تحشم بحلها وما لفوها. تقول اخويا ما كانت على البال الشتايم، عقب دورتها لوذيك العمايم. انا كنت من اطلع يحيطون بي اخواني واولاد عمي كلهم، ها زينب يا زينب، يا مايلة يا مايلة يا مايلة الدنيا ويا زينب. خويا بعد دارتها لوذيك العمايم، اشتردين يا زينب. قالت انا تمنيت راعي الجود سالم، سند وتلوذ به الحرايم. خويا عقب ذاك الدلال وذيك الايام، ملوذ من الزلم ما بين الخيام. خويا كل ظن الشمر من طقني قام، عباس ثار على الترب نار. خويا يا عازة الخوان خويا يا عازة الخوان يحضرون وقت الجنازة، بس حسين فاقد اعزازه يا خويا. وينك يا جفيل يا ابو المروه، الشمر صعد بناتك على هزل قوه. بعد عندها اصعب من هذا زينب. قالت خويا لا تدري الشمير ببنيتك السوى، يشتمها وابوها من ذبح توه. وينك يا ابو فاضل يا وليها، ترى العدوان زينب جاروا عليها. السوى يا زينب، قالت هذا يطق متنا وذاك يوليها، وهذا